السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك وفيوتشر في الأسبوع ال16 للدوري يوم الأحد 29/1 الساعة 7. تعتبر مباراة صعبة أوي على نادي الزمالك بعد ال6 ماتشات الأخرى اللي مفهومش ولا فوز وتغيير الجهاز الفني والهزيمة الأخيرة من غزل المحلة. طبعا بيقابل فيوتشر صاحب المركز الثاني خلف النادي الأهلي. يعني المباراة هتبقى صعبة، فرق 5 نقط ما بينه والزمالك في المركز السادس خامس بعد المقاولين العرب، بعد الأهلي وفيوتشر وبيراميدز والمقاولين يجي في المركز الخامس. الزمالك 26 نقطة 23 هدف، هدفين عليه 12 هدف. فيوتشر في المركز الثاني 31 نقطة ليه 20 جون وليه 11 هدف، جاي من تعادل أخير مع مصر 1-1. الزمالك جاي طبعا من هزيمة 2-1 من فلاحين مصر غزل المحلة. مباراة تبقى صعبة أوي. فيوتشر عاوز يوصل انطلاقته، والزمالك عاوز يوضح يعني يرجع أيامه تاني. كنت عملت فيديو عن اللي بيحصل في نادي الزمالك فمش هتكلم فيه، أنا جاي أتكلم عن الماتش بس أتوقعها تبقى صعبة أوي. الزمالك المباراة دي لازم يعني صح أوضاع، وراه فرقتين، وراه الاتحاد وكمان فريق. لو الزمالك يتعادلوا وهم فازوا الزمالك ينزل مركز سابع تامن. فيعني الزمالك قطب من أقطاب الكرة المصرية، فبالتوفيق ليه إن شاء الله. وده كل ما لنا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.